ازاي تقلل استفادتك من اي كورس بتاخده. اهلا بيك، انا فدوى انجلش انستراكتور، وخلينا نبدا. على مدار السنين اللي فاتت او على مدار شغلي في السنين اللي فاتت مع اكتر من 4000 طالب، كنت دايما بلاحظ نمط معين بيتكرر في الطلبه وكأن ده العادي. والنمط ده هو اللي بيخلي الطلبه ما توصلش لاي حاجه، ما تستفادش. دايما تلاقي صعوبات، دايما تلاقي ان الموضوع بياخد وقت كتير، بياخد مجهود كتير، دايما الاقيهم بيعافروا، مع ان في الحقيقه الموضوع بسيط جدا. تعلم اللغة من اسهل الحاجات اللي ممكن تحصل لو بس شلت الحاجات الكتير اللي انت بتحطها في الموضوع، ولو دخلت الموضوع بأبروتش نفسي مظبوط. في الفيديو ده، في الفيديوز اللي جاية، هكلمك على شوية تريكات نفسية بتخلي النتائج تبقى اسرع وبتخلي البروسيس كمان اسهل. يلا بينا. اول حاجة تعملها علشان تضمن ان انت ما تستفدش او تبقى استفادتك قليله جدا بالنسبه للمجهود المبذول، هي ان انت تتوتر وتحس ان الموضوع اخر الدنيا. بلاحظ كتير جدا انه الطلبه بتوعي الاقيهم هو بيبقى داخل الكلاس مبدئيا متكهرب، تمام، وحاسس ان هو يعني لقد حركنا جميع السفن بيبقى حاسس ان هو الموضوع خلاص، هو ده اخر الدنيا. ليه يا حبيبي؟ الفكره ان هو كل ما كنت مسترخي، كل ما كان استيعابك للمعلومه افضل، كل ما كان الموضوع ابسط بالنسبه لك. اوكي، كل ما كنت متوتر وانت داخل، كل ما كان ما استوعبتش حاجه، ما استفدتش حاجه، بتاخد وقت اطول في المذاكره، بتعافر. فالتوتر بيعمل معافره. الريلاكسيشن بيعمل استيعاب وسهوله وبساطه. اتفقنا؟ يبقى اول حاجه، لو عايز متستفدش من اي كورس، اتوتر وحس ان الموضوع اخر الدنيا. تاني حاجه، حس ان الموضوع صعب ومعقد. كتير بلاحظ ان الطلبه بتبقى جايه اوريدي بمايند سيت، هي اوريدي جايه شايفه ان الموضوع ده معقد وصعب وان انا جاي انتحر هنا. تمام؟ طيب، معلومه على السريع، المخ اول ما بيشوف ان اي حاجه معقده، مكلكعه، كبيره، صعبه، تلقائيا بيبعدك عنها. ماشي؟ فده بيترجم في الكلاس على شكل ان انت قاعد انت مش فاهم حاجه، على شكل ان انت قاعد distracted يعني مشتت، على شكل حاجات كتير قوي. بس هو المهم ان المحصله ان مخك اللاواعي هيبعدك عن الموضوع باي طريقه ممكنه. كتير من الطلبه ما بتكملش في الكورس بسبب النقطه دي. طيب، اعالجها ازاي؟ اولا، خلينا نكسر المفهوم ده. الموضوع مش صعب، مفيش حاجة صعبة. كونك ليك تجارب ما كانتش افضل حاجة، ده مش معناه ان انا احكم على الحاجة من خلال التجارب دي. كتير من الطلبة بيشتكولي انه في المدرسة وفي الكلية كان طريقة التدريس، جماعة هي طريقة التدريس كانت غلط. هي طريقة التدريس غلط. طيب هنعمل ايه؟ هي دي حقيقة. اوكي، احنا يعني انا لما انا خدت التفل، لما كنت بدات تيتشنج واتعلمت ازاي اتيتش على الطريقه المظبوطه يعني العالميه، لقيت ان انا يعني اول حاجه لاحظتها ان احنا كنا في المدرسه بنشوف الصح ايه ونعمل عكسه يا جماعه. تمام؟ احنا اتعلمنا بطريقه غلط، والطريقه دي خلتنا نكون معقدين. خلتنا نكون معقدين وحاسين الموضوع صعب. بينما في الحقيقه انا عايزاك قبل ما تبدا اي كورس في اي حاجه، اولا انا عايزاك تحس ان انت بتبدا حاجه انت ما رحتلهاش قبل كده، ما عملتهاش قبل كده، ما بداتهاش قبل كده. تمام؟ طيب، دي حاجه. الحاجه التانية، فعلا الموضوع بسيط، فعلا الموضوع سهل لما ناخده بطريقه مظبوطه. تمام؟ لما نقسمه بطريقه مظبوطه فالموضوع سهل. سهل. معقد؟ مش معقد خالص، بسيط وتافه وهبل. طيب، انا لما اخش بقى بمايند سيت ان الحاجه معقده، مهما كان التيتشر اللي قدامي بيشتغل كويس وبيبسط لي الامور، هلاقي ان الحاجه فعلا معقده. فدخولي بالمايند سيت دي، دخولك بالمايند سيت دي في حد ذاته، ده هيضمن لك ان انت ما تستفدش حاجه مهما التيتشر اللي قدامك يتشقلب. دي كانت تاني حاجه. تالت حاجه، يا نهار ابيض، اكتر حاجه الناس بتعملها بتستعجل على النتيجه. الاستعجال على النتيجه من اكتر الحاجات اللي بتعرقل لي ظهور النتيجه دي. تخيل قدامي ان انت عندك قطه. تمام؟ انت قررت ان انت تجري ورا القطه تفضل تجري وراك وهتطلع عينك. لكن لو قلت لها تعالي بالراحه بهدوء بسهوله، هتيجي عادي. تمام؟ كونك مستعجل على الحاجه ده بيخلي الحاجه تهرب منك اوريدي، بيخلي عندك صبر قليل، بيخلي عندك مفيش كاباسيتي، مفيش مساحه ان انا اتعلم.
معظم الطلبة بتبقى جاية انا عايز في خلال شهرين اكون وصلت لكذا، اوكي، او في خلال 3 شهور انا عايز اكون بتكلم زي الامريكان. ما فيش حاجة اسمها كده، خصوصا بقى لما انت تبقى جاي مستعجل، ده بيزود الموضوع سوءا يعني. تمام. طيب اعمل ايه in this case؟ في آية بحبها قوي بتقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أوكي؟ فأنت أنا عايزاك تيجي وكأنك مش فارق معاك أي نتيجة هتوصل لها، مش فارق معاك. trust me on that. تعالى الكلاس، استمتع بالكورس، استمتع بالمعلومات الجديدة وبس، اوكي؟ ده مش معناه ان انت ما يكونش فيه نتيجة في دماغك، لانه الموضوع ده احنا هنتكلم فيه، لانه منتهى الأهمية ان يكون الهدف محدد كويس قوي في دماغي. لكن في منتهى الأهمية برضو ان انا ما اكونش مستعجل على النتيجة، ما اكونش متعلق بالنتيجة. فتعالى الكلاس، اقعد ريلاكس. احيانا بخلي الطلبة يعملوا تريك حلو قوي. قول لمخك ان انا قدامي مثلا 4 شهور 5 شهور انا مش انا هبذل مجهود ومش هسأل عن النتيجة، انا هرمي في البحر، هحضر وهذاكر وهستمع وهعمل اكسرسايز وهعمل كل حاجة، بس مش هستنى نتائج. طول ما انت عينك على النتيجة بس، طول ما انت السعي بتاعك اخد الكورسات المذاكرة هيبقى مش كويس. طول ما انت منفض للنتيجة وسايبها على ربنا وريلاكست ومستمتع باللي بتعمله، كل ما نتائجك اسرع واسرع واسرع. طيب النقطة اللي بعدها، لو عايز تفضل طول عمرك مش عارف تتكلم زي النيتيف سبيكر، اربط الموضوع بالسلف استيم. السلف استيم اللي هو ثقتك في نفسك، اوكي، او يعني شعورك بذاتك يعني. تمام. والموضوع ده منتشر اكتر مما تتخيلوا، يعني من كتر ما هو منتشر الناس اعتبرته عادي. لا، هو مش عادي. ما ينفعش اربط ثقتي بنفسي باي حاجه، ما ينفعش اربط ثقتي بنفسي باي حاجه خالص. وما ينفعش اربط ثقتي بنفسي بان انا يكون معايا لغه، اوكي؟ انت زي الفل، انت زي الفل، مش مطلوب منك يبقى معاك لغتين وثلاثه واربعه، انت زي الفل اوريدي. مادام بني ادم على خلق فانت تمام، مادام مش بتاذي حد، مش بتحسد حد، مش بتتمنى الشر لحد، مش بتجرح حد، فانت تمام. يعني بقى بقيت الحاجات التانية دي بقى ملهاش اي لازمه، او هي ليها لازمه بس مش دي اللي بتحدد مقدارك كشخص. تمام. في ناس كتير زي الفل ومحترمين وناجحين وسعداء في حياتهم وما يعرفوش لغه، ملهاش علاقه. لما الطالب بيجيلي وحاسس ان هو ناقص علشان بينطق غلط، او مش معاه اللغه او مش معاه المعلومه، حاسس ان هو في حاجه ناقصاه، حاسس ان هو مش مكتمل، ده بيأثر بالسلب جدا على استيعابه وبيأثر بالسلب على ان هو يتعلم. فالنقطه اللي بعدها، النقطه رقم 4، افصل السلف استيم عن ان انت تتعلم لغه او ايا كان هدفك ايه. تمام. افصل السلف استيم عن الموضوع. اللغه مش اخر الدنيا، وايا كان هدفك ايه هو مش اخر الدنيا، او اي حاجه تعتبرها اخر الدنيا الحاجه دي هتفضل تجري منك وتطلع عينك عشان توصل لها. اتفقنا؟ اتفقنا. نقطه رقم 5، لو عايز ما تستفدش اي حاجه من الكورس، خاف من الفشل. تعالى وانت خايف، خايف تفشل، خايف ما تعديش، خايف تحضر وما تستفدش، خايف تعمل اخطاء. دي نقطه تانية مهمه جدا برضو، لانه وده كمان مرتبط بالسيلف استيم. كتير من الطلبه بيكونوا خايفين يتكلموا ويعملوا اخطاء، لان هما بيحسوا انه كانهم نقصوا قدام الناس او نقصوا قدام نفسهم، كانهم مش مكتملين. ان انا لو النهارده اتكلمت وعملت خطا فانا كده بقيت يلا العار، مع ان انت جاي تتعلم اساسا. يعني انت جاي تحديدا عشان انت بتعمل اخطاء وعايز تصلحها. انت ازاي جاي متخيل ان انت هتتكلم بيرفكتلي من اول مره؟ يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده. وعلى فكره بروفيسورز وبيعملوا اخطاء، مفيش بني ادم ما بيغلطش، نقطه. اعترف بهذا الامر وخلينا يعني نتصالح مع هذا الامر. انا انسان اذا انا خطاء، انا انسان اذا انا هنطق غلط، هقول جرامر غلط، هجاوب غلط في الكلاس. ايه المشكله؟ كونك خايف من ان انت تجاوب غلط ده في حد ذاته هيخليك ما تتعلمش. لانه سبيشالي لانه معظم، انت دلوقتي لما تيجي تتعلم لغه، لما تيجي تتعلم كلام مثلا، زي بالظبط زي الجيم، اوكي، زي بالظبط لما بتربي عضله. الكلام او السكيلز عموما زي العضلات. فانت مش هتتعلم كلام بمجرد ان انا اشرح لك، انت لازم تتكلم وتغلط، كل مره تتكلم وتغلط واصحح لك وتغلط واصحح لك، اوكي. لو ما عملتش البروسيس دي انت مش هتتعلم كلام خالص في حياتك. هي دي الطريقه الوحيده يا جماعه. تمام. واي حد هيقولك غير كده اعرف ان هو
في نقطة واقعة منه بشكل أو بآخر. كان عندي طالبة جميلة بحبها جدا، من أفضل الطلبة اللي كانوا عندي، كانت فوق ال40 سنة، وكان بقالها مثلا بتاع 20 سنة ما جاتش جنب اللغة. قررت فجأة انها تاخد كورس وتكمل دراسات عليا والكلام ده. الطالبة دي كانت بتقعد وجنبها ناس في الكلية وجنبها ناس في الثانوية عامة، وكانت بتطلع تعمل برزنتيشنز، كانت بتتكلم بأخطاء رهيبة لدرجة ان انا في بعض الأحيان ما كنتش بستوعب هي بتحاول تقول ايه، ولكن كانت بتطلع تعمل أخطاء بثقة رهيبة برضو، ودي كانت من أكتر الحاجات اللي كانت عاجباني. الشجاعة دي برافو. ولأنها كانت بتعمل الحتة دي بالذات عشان الشجاعة دي، في خلال 3 شهور جات لي تاني، طلعت عملت برزنتيشن على تنس صعب جدا من غير ولا غلطة. انا وقفت قدامها، انا انبهرت. ليه؟ لان هي ليه وصلت للنتيجة دي؟ لان هي اوريدي هي مش عارفة تعمل اخطاء، احنا كلنا بنغلط، ايه المشكلة يعني؟ كمان حاجة بالنسبة للخوف من الفشل، الخوف من الفشل معناه قفش، واي حاجه فيها قفش مش كويسه. قفش بمعنى تمسك، بمعنى تعلق، اوكي؟ فانا لما ابقى جايه خايفه من حاجه، خايفه من الفشل، ده معناه ان انا طول الوقت بهرب من حاجه. ولما بهرب من حاجه انا بامبلاي ان الحاجه دي كانها بتجري ورايا. تمام؟ مش محتاج تعمل كل ده خالص، هي مش عاركه. والله مش عاركه يا جماعه. فاحنا محتاجين بس نريلاكس كده. يعني خلاصه الفيديو، خش الكلاس وانت ريلاكست، او خش على تجربه جديده وانت ريلاكست، وخلي الباب مفتوح، وخليك متقبل ايا كان. اسألك سؤال، افرض ان انت دخلت الكورس وفشلت، ايه المشكلة يعني؟ دخلت وسقطت، ايه اللي هيحصل يعني؟ بجد والله فعلا ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه اقصى حاجة ممكن تحصل يعني؟ ولا اي حاجة. ايه، هعيد الليفل واتعلم، ايه المشكلة؟ مش هعدي الانترفيو، هيجي 100,000 انترفيو بعديه، so what؟ الجروب بتاعي هيتقدم وانا هفضل ورا، بني ادم، ايه المشكلة؟ وبعدين لو هما متقدمين عليا في حاجة فانا متقدم عليهم في 100,000 حاجة غيرها. الفكرة في انه الريلاكسيشن والتواضع مع العلم من افضل الحاجات، ومن اكتر الحاجات اللي بتجيب نتيجة. طيب دول كانوا 5 نقط في الجزء الاولاني من ازاي تقلل استفادتك من اي كورس بتاخده. رقم 1، اتوتر وحس الموضوع اخر الدنيا. رقم 2، حس الموضوع صعب ومعقد. 3، استعجل على النتيجة. 4، اربط اللي بتتعلمه بالسلف استيم بتاعك. و5، خاف من الفشل. دي 5 حاجات، مجرد ما تتخطاها هتلاقي ان الموضوع بقى ابسط واسهل، والتعلم بقى اسهل. اشوفكم في الجزء التاني. طيب دول كانوا 5 نقط ازاي تقلل استفادتك من اي طيب دول كانوا 5 نقط في ازاي